في أوقات بيعدي علينا ذكريات ومشاهد من الماضي بنفكر فيها ونحكيها، ويمكن كمان بنتأثر بيها، وبنكتشف إن الذكريات دي ما حصلتش في الحقيقة، مع إن إحنا بنكون متأكدين وواثقين تماما إنها حصلت، لدرجة إن إحنا ممكن عقلنا يقدر يسترجع مشاهد من الذكريات دي مع إن عمرها ما حصلت فعلا. اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا قصة الذاكرة الكاذبة أو كما تسمى تأثير مانديلا. ولو انتم اول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. سنة 2009 كان في باحثة اسمها فيونا بروم بتلقي كلمتها في مؤتمر علمي، واتكلمت عن تأثرها الشديد بمشهد جنازة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، وإنها لسه فاكرة مشاهد الحزن والبكاء. الغريب إن وقتها كان نيلسون مانديلا لسه عايش ومات بعد المؤتمر ده ب4 سنين. بس الأغرب من كده إن كان في ناس تانية في المؤتمر شاركوها الذكرى المزيفة دي، لا وكمان حكوا مشاهد فاكرينها من جنازة الزعيم نيلسون مانديلا زعيم الحقوق المدنية. من ساعة ما حصل الموضوع الغريب ده والباحثين ابتدوا يسموا موضوع الذاكرة الجماعية المزيفة دي باسم تأثير مانديلا، علشان يوصفوا الذكريات اللي بيتشارك فيها أعداد كبيرة من الناس على الرغم من إنها ما حصلتش، أو حتى حصلت لكن بشكل مختلف عن اللي الناس فاكراه. ونقدر نقول إن الموضوع ده عبارة عن سوء تذكر جماعي. طيب إزاي بيحصل تأثير مانديلا بالظبط؟ بحسب العلماء فإن الذاكرة البشرية لا يمكن الاعتماد عليها، وخصوصا في عصر التكنولوجيا الرقمية، لأن المكان المسؤول عن تخزين الذاكرة مش بيشتغل بدقة عالية في بعض الأحيان. وبيعتقد العلماء إن التذكر واستعادة الذكريات بينشطوا ذكريات تانية في العقل في نفس الوقت، وعلشان كده بيحصل مزج بين سيناريوهات متنوعة وأشخاص مختلفة بطرق جديدة، وبيحصل حاجة زي إعادة تثبيت للمعلومات في أدمغتنا. وفي الحقيقة فإن عقل الإنسان منظم جدا، وبيحاول ترتيب الكم الهائل من المعلومات اللي بيتعرض لها، ونقدر نتخيله زي مكتب اترتبت فيه ملفات بطريقة منظمة، بحيث بيكون كل مجموعة ملفات متشابهة محطوطة مع بعضها في درج من أدراج المكتب. ولما بيحاول العقل استرجاع تفاصيل ذكرى معينة، بيفتح درج المكتب اللي موجود فيه الملفات المتشابهة، وبيدور على الملف المطلوب لاسترجاع الذكرى دي. ولما المخ بيلاقي ان اوراق الملف المطلوب ضاعت، بيبتدي يخلق ذكريات مماثلة من الملفات المتشابهة من غير ما يكون قاصد يكذب او يضللنا، لكن بيحصل كده لان المعلومات المتشابهة دي كلها متخزنة قريب جدا من بعض. وفي الواقع فإن في أمثلة كتير على تأثير مانديلا ممكن نكون بنتعرض له شخصيا في حياتنا، أو على الأقل فإن في إجماع عليها من الناس، زي مثلا شخصية بيكاتشو الكرتونية، وإن كتير من الناس بيعتقدوا إن ديله ملون باللون الأسود في آخره، لكن ده خطأ، لأن بيكاتشو ديله لونه أصفر ومفيش وجود للون الأسود. وكمان شعار شوكولاتة كيت كات اللي لما اتعرض على مجموعة من الأشخاص كلهم أكدوا إن في فاصلة بين الكلمتين، وإن الشعار اللي بشكل كلمة واحدة غلط، مع إن الحقيقة إن مفيش فاصلة في شعار كيت كات، والشعار الأصلي اللي الناس أجمعت إنه غلط هو الشعار الصحيح. وفي كمان شخصية رجل المونوبولي، وإن معظم الناس مجمعة إنه لابس نظارة بعدسة واحدة مع إن مفيش نظارة أصلا. وشركة ملابس فروت اوف ذا لوم، وإجماع الناس على إن شعارها عبارة عن سلة فواكه، مع إن الشعار الحقيقي عبارة عن مجموعة فواكه ومفيش سلة فيه. ده غير اللخبطة الأشهر في كرتون لوني تونز صاحب الشخصيات الشهيرة زي باجز باني ودافي داك، وإن معظم الناس مجمعة إن اسمه بيتكتب لوني تونز، مع إن في الحقيقة هو اسمه تيونز بمعنى ألحان، مش تونز بمعنى كرتون. ووقائع تانية كتير جدا بتندرج تحت تأثير مانديلا. في النهاية فإن تأثير مانديلا لسه بيخضع للدراسة، والعلماء لسه بيدوروا على الأسباب والتأثيرات المختلفة اللي بتخلي الناس يفتكروا أحداث غير حقيقية وما حصلتش قبل كده. وبالرغم من اللي قدمه العقل البشري للإنسانية من إنجازات عظيمة، إلا إنه بيظل غير مفهوم ومعقد وصعب في فهمه ودراسته. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.